أنا اسمي غادة، عندي 23 سنة. أنسة مش متجوزة، عايشة في محافظة الجيزة في إمبابة، وقاعدة أنا وماما لوحدنا لأن والدي توفى وأنا صغيرة، وأنا كنت بنتهم الوحيدة. وماما ما كانتش مقصرة معايا في أي حاجة، بل بالعكس، كل حاجة كنت بطلبها منها كانت بتجيبها لي. ماما كان ليها أخ شغال برا، ومن ساعة ما بابا ما مات وهو بيبعت لنا فلوس كل شهر. أنا كنت متفوقة جدا في الدراسة، وكنت شاطرة قوي في المدرسة من وأنا صغيرة الحمد لله. دخلت كلية الصيدلة وجامعة عين شمس، وبعدها اتخرجت من الكلية بتقدير جيد جدا. بعد ما خلصت واتخرجت ما بقيتش قادرة أقعد في البيت، بقيت أحس بزهق، لأن أنا كنت متعودة أيام الدراسة إن أنا بنزل وبخرج وبروح وباجي، إنما من ساعة ما اتخرجت وأنا قاعدة في البيت بقيت أحس بملل، وإني ما كنتش بتعلم السنين دي كلها علشان في الآخر أقعد في البيت وما اشتغلش. فقلت لماما إن أنا زهقت من قعدة البيت وكده وعاوزة أشتغل. ماما وافقت. بعدها رحت أنا عملت السي في بتاعي وبعته لحوالي 5 شركات. جالي اتصال من 3 منهم، ورحت عملت مقابلات في ال3 شركات دول لحد ما استقريت على شركة فيهم، لأن مرتبها كان كويس، وكانت شركة هاي أوي، يعني شركة عالية جدا، والحمد لله اتقبلت فيها. ولما دخلت الشركة وشفت الناس اللي شغالين فيها، طبعا أنا كنت أول مرة أشتغل. أنا حسيت إن الناس اللي شغالين في الشركة دول يعني طبقة عالية جدا ماديا. كل اللي شغالين في الشركة معاهم عربيات حديثة وموديلات حديثة، وكنت حاسة إن الناس دي أصلا مش محتاجين للشغل، يعني من كتر ما هما مبسوطين ومرتاحين. وكنت حاسة ان هما بيجوا الشغل كده علشان يغيروا جو مش اكتر. بعد ما اشتغلت حوالي شهرين في الشركة، طبعا اتعرفت على الناس اللي في القسم معايا. هما 3 بنات وشابين اكبر مني بحوالي 3 سنين. عندهم حوالي الشابين دول عندهم حوالي 27 سنة. كل واحد شغالين في الشركة دي مع بعض بقالهم 4 سنين، فطبعا هم أصحاب جدا واخدين على بعض جدا. وطبعا لما قربت منهم عرفت ان هم بيخرجوا بعد الشغل ويتفسحوا وبيسهروا برا ومقضينها يعني بالبلدي كده. فلقيت واحدة من البنات بتقولي ما تيجي معانا النهاردة، ان احنا خارجين هنسهر سوا وكده. فطبعا عشان انا مش متعودة على الكلام ده فاعتذرت. قلت لها انا ماما هتقلق عليا وكده، وهبقى اقول لها، وبعد كده يوم تاني ان شاء الله هبقى اجي معاكم. الغريب بقى في الموضوع ده ان في 2 من البنات دول متجوزين. فانا ازاي يعني، انا استغربت جدا ازاي البنات دي بتخرج مع الشباب دول وبيسهروا برا. فقلت يمكن عندهم عادي، متفهمين ومتعودين على كده، والموضوع عندهم عادي يعني، انما انا ما تربيتش على كده. فعشان كده كنت مستغربة الموضوع. ومع الوقت كل مرة كانوا بيطلبوا ان انا اخرج معاهم، فعرفت ماما ان انا زمايلي البنات اللي شغالين معايا وكده بيخرجوا بعد الشغل، وانا هبقى اخرج معاهم. ومعرفتهاش طبعا ان بيكون في ولاد شباب معانا، لانها عمرها ما كانت هتوافق. الشابين دول واحد منهم اسمه مصطفى، وواحد تاني اسمه ايمن. انا كنت بتعامل معاهم عادي خالص زيهم زي اي 2 في الشركة. وبسبب معاملتي اللي تعتبر يعني جافة شوية معاهم، بقيت احس ان مصطفى ده يعني بقى يقرب مني كده. حسيت ان في حاجة من ناحيته، يعني بحكم شغلنا طبعا احنا ارقامنا مع بعض، يعني انا معايا ارقامهم وهم معاهم ارقامي. فبقيت الاقي كل يوم بعد ما اروح الاقي اتصال من مصطفى يطمن عليا ويشوفني وصلت البيت ولا لا. انا ما اكدبش عليكم، طبعا انا حبيت الموضوع والاهتمام بتاعه ده، وده ما كانش فيه حاجة اكتر من كده ما بيننا يعني. بس مع الوقت ومع الايام ويوم والتاني لقيت اهتمام مصطفى بيا بدأ يزيد كده جدا، وحسيت ان في حاجة جواه ناحيتي. في نفس الوقت انا ما كنتش عاوزة الموضوع ده يأثر على الشغل بتاعي.
لأن أنا الحقيقة باحب شغلي جدًا وباحب دايمًا أكون متفوقة في أي حاجة، أي حاجة أنا باعملها، وبسبب حبي لشغلي ده اترقيت وبقيت رئيسة القسم، مع إن هُم زمايلي دول اللي معايا في القسم أقدم مني في الشركة بكتير، اللي بقى له 3 سنين واللي بقى له 4 سنين، وأنا لسه جاية ما كمّلتش 3 شهور شغل أترقّى. طبعًا من ساعة ما اترقيت وأنا بقيت أحس إن البنات اللي معايا متضايقين مني أوي، مع إني باعاملهم حلو جدًا ولا حتى بقيت أحسسهم إني رئيسة القسم بتاعهم. المهم عدت الأيام واتعودت إن أنا أخرج معاهم بالليل ونسهر سوا وكده، يعني بعد الشغل، وخلاص بقى خدنا على بعض وبقينا زمايل. وكل يوم كان بيعدي عليا بقيت أحس إن مصطفى أكتر واحد فيهم مهتم بيا وبيحاول يكون قريب مني. بدأ يبعتلي رسايل على الواتساب، وكل وقت والتاني كده يبعتلي رسايل حلوة بس ما فيهاش كلمة حب صريحة، بس أنا كنت متأكدة طبعا إنه بيحبني. لحد ما جه في يوم واحنا في الشغل قال لي أنا عاوز أطلب منك طلب وأتمنى ما تكسفنيش. قلت له أطلب خير، في إيه يا مصطفى؟ قال لي أنا عاوز أخرج أنا وإنتي بس بعد الشغل، علشان عاوزك في موضوع مهم، وطبعا مش هينفع نتكلم فيه هنا في الشغل. فكرت كده وقلت له ما انت عارف يا مصطفى أنا عمري ما خرجت مع حد لوحدي، وأنا كنت بخرج علشان احنا شلة وبنخرج سوا. قال لي والله يا غادة أنا مش هطول عليكي يعني، كبرنا قوي ساعة واحدة وبعد كده هتروحي. قعدت أفكر كده شوية وقلت له ماشي يا مصطفى حاضر. خلصنا الشغل في اليوم ده وقال لي حاولي تأخري نفسك شوية بحيث ان كل زمايلنا في القسم بتاعنا يعني يمشوا، وبعدها احنا هنمشي على طول بالعربية. وفعلا أخرنا نفسنا لحد ما اتأكدنا ان كله مشي، ونزلنا من الشركة ورحت ركبت العربية بتاعته وطلع بيا على كافيه، وكان شيك جدا وهادي قوي يعني علشان نعرف نتكلم. دخلنا وقعدنا أنا وهو قدام بعض، وطلب لي حاجة أشربها وقلت له خير يا مصطفى كنت عايزني في إيه؟ قال لي أنا عاوز اللي أنا أقولهولك ده يكون سر بيني وبينك، حتى لو انتي رفضتي اللي أنا قلته مش عاوز حد في الشركة من زمايلنا يعرف عنه أي حاجة. قلت له انت عارف اني اصلا مش بحكي عني اي حاجة لأي حد، علاقتي بيكم الشغل وبس مش اكتر من كده يا مصطفى، وانت عارف. قال لي انا عارف بس انا مش حابب حد يعرف حاجة. قلت له اطمن مفيش حد هيعرف اي حاجة، قول. قال لي بصراحة يا غادة من اول يوم وانت جيت عندنا الشركة وانا حسيت باحساس مختلف، اول مرة احسه من ناحية حد. حسيت اني اكون عاوز ابقى قريب منك وعاوز دايما اطمن عليكي، حتى لما اليوم بتاع الشغل بيخلص وبنروح ببقى قاعد في البيت بستنى اليوم اللي بعده يجي بسرعة علشان اشوف، وانا معجب بيكي قوي وبحبك. طبعا وهو بيقول لي الكلام ده انا من جوايا كنت طايرة من الفرح، بس في نفس الوقت مش عايزة ابينه. وقلت له يا مصطفى انت انسان محترم وانا بعزك قوي، وبصراحة مش عارفة اقولك ايه، انا اول مرة اتحط في الموقف ده، فمعلش ارجوك سامحني لان انا مش هعرف ارد عليك دلوقتي. قال لي انا مش مستعجل على ردك، انا كان كل همي ان انا اعرفك اللي جوايا، انما انت فكري براحتك. وبعدها قعدنا شوية كده وشربنا الحاجة ومشينا، ومرضيش ان انا اركب مواصلات، وقال لي انا لازم اوصلك لاقرب مكان للبيت عندك. مصطفى ساكن في مدينة نصر وانا ساكنة في امبابة، وكان هيبقى مشوار كبير قوي عليه بصراحة. ما كنتش كمان حابة انه يجي المنطقة عندنا ويعني بالعربية وكده علشان الدنيا مش احسن حاجة يعني وزحمة وكده. فقلت له خلاص وصلني بس انت لأقرب محطة مترو وانا هركب المترو واروح. قال لي ماشي، وفعلا وصلني لأقرب محطة مترو. وروحت اليوم ده وانا يعني مش عايزة اوصف لكم انا فرحانة قد ايه، ولاني اول مرة الاقي حد مهتم بيا قوي كده واول مرة حد يعترف لي بحبه. مع الوقت بقيت احب اروح الشغل علشان اشوف مصطفى.
حسيت إن أنا قلبي بدأ يتعلق بيه، وتقريبا كمان بقيت أحبه لحد ما كنا في يوم بنتكلم على الواتس واعترفت له إن أنا كمان بحبه. وبدأت علاقتي بمصطفى تتطور بقى وبقى هو أهم حد في حياتي. وبقينا نخرج أنا وهو لوحدنا كتير أوي ونتكلم مع بعض، ولما بروح بنقعد نتكلم في التليفون يمكن لساعات. ووقتي معاه ما كنتش بحس بيه خالص. كل ده طبعا وأصحابنا اللي في الشركة ما يعرفوش أي حاجة عن العلاقة اللي بيني وبين مصطفى. ومع بداية دخول فصل الصيف لقيتهم بيتكلموا عن رحلة وعاوزين يطلعوها في الساحل الشمالي. طبعا احنا خلاص كانت أجازة العيد الكبير وكانت قربت، وأنا بصراحة بسمع عن الساحل ده إن أسعاره غالية وبصراحة مش هينفعني يعني. فلما هما جم يتكلموا معايا وقالولي إن هما هيروحوا، أنا بصراحة رفضت واتحججت وقلت لهم إن أنا ورايا حاجات في البيت هعملها مع ماما يعني وكده. وبعد كده احنا بنزور قرايبنا في العيد وكده. في اليوم ده بالليل بعد ما روحت لقيت مصطفى بيكلمني وبيحاول يقولي ان انا اروح معاه يعني وكده. قلت له بص يا مصطفى، انت مش حد غريب يعني. انا بصراحة مش عاملة حسابي، والموضوع ده اكيد هيكون مكلف جدا عليا، وانا حاليا داخلة جمعيات وبحوش علشان انت عارف ان انا بجهز نفسي، وعارف ان بابا متوفي وانا اللي شايلة الدنيا كلها. وخروجة زي دي يا مصطفى اكيد انا هصرف فيها كتير قوي، وانا فعلا مش عاملة حسابي ليها، فمعلش سامحني. قال لي يا بنتي مين قالك اصلا ان انتي هتدفعي حاجة؟ ده احنا بنروح نقعد في الشاليه بتاع ايمن ومعانا عربياتنا، فانتي ما تشيليش هم اي حاجة خالص، وكده كده انا معاكي. قلت له طيب سيبني دلوقتي بس وانا هفكر واسأل ماما وابقى ارد عليك. المهم بعدها رحت قلت لماما ان في رحلة الشركة هتطلعها وكده في اجازة العيد حوالي 3 ايام، ولازم اكون موجودة معاهم في الرحلة دي. قالت لي طيب ايه الرحلة دي فين؟ قلت لها الرحلة دي هتكون في فندق في العين السخنة والشركة كلها هتكون رايحة. طبعا مرضتش اقول لها ان انا رايحة الساحل الشمالي مع اصحابي علشان عمرها ما كانت هتوافق. قالت لي ماشي يا حبيبتي اللي انت عايزاه، بس اهم حاجة تخلي بالك على نفسك. قلت لها ان شاء الله يا ماما حاضر، ما تقلقيش عليا. بعدها بيومين كلمت مصطفى وعرفته ان ماما وافقت وكده، وقلت له ان انا عاوزاك تروح تكلم زمايلك علشان هم يجوا يكلموني تاني، علشان ما ينفعش بعد ما انا رفضت اروح اقول لهم ان انا موافقة وكده. فعاوزاهم ان هم يجولي تاني ويطلبوا ان انا اروح معاهم واعمل نفسي ان انا ايه وافقت يعني علشان خاطرهم وكده. فعلا ده اللي حصل واتفقت اني اروح معاهم، وكان فاضل حوالي 10 ايام ونسافر. بدأت اشوف انا هحتاج ايه هناك وجهزت الهدوم بتاعتي وكل حاجتي اللي انا هحتاجها هناك. ظبطت الشنطة بتاعتي وجهزتها، وجه اليوم اللي هنسافر فيه. مصطفى اتفق معايا انه هيجيلي بدري عند محطة المترو اللي نزلني عندها قبل كده. نزلت من البيت الساعة 5:30 وخدت عربية لحد محطة المترو، ولقيت مصطفى مستنيني. أول ما شافني راح نزل من العربية وخد مني الشنطة وحطها في العربية بتاعته، ومشينا ورحنا قابلنا بقية زمايلنا، وكنا رايحين ب3 عربيات، كل 2 من زمايلنا في عربية. فمصطفى قال لي خليكي انتي معايا في العربية بتاعتي. واتحركنا في الطريق، والطريق كان حلو قوي قوي قبل ما الشمس تطلع، وكان جميل وانا كنت مبسوطة جدا لان انا كان بقالي فترة كبيرة قوي ما طلعتش مصر. ومصطفى كان مشغل اغاني حلوة قوي بصراحة، وكان عامل جو جميل جدا لحد ما وصلنا القرية اللي فيها الشاليه بتاع ايمن. دخل بالعربية بتاعته من البوابة واحنا دخلنا وراه. وصلنا عند الشاليه ونزلنا وطلعنا الشنط فوق. الشاليه كان جميل جدا جدا جدا. هو عبارة عن أوضتين وريسبشن كبير، وكل حاجة كانت متاحة في الريسبشن. أي حاجة أي حد تخيلها كانت موجودة. المهم ال3 بنات زمايلي دخلوا أوضة وكان فاضل أوضة واحدة بس، وأنا جيت أدخل مع البنات علشان أسيب الأوضة دي لمصطفى وأيمن، فلقيت أيمن بيقولي لا لا، بص انت ادخلي الأوضة التانية دي
براحتك واقعدي فيها لوحدك، وانا ومصطفى هنتصرف، لان انا عارف ان انت مش بتحبي ريحة السجاير وبتتضايقي. طبعا هو قال لي كده لان البنات التلاتة بيشربوا سجاير، وانا فعلا كنت بتخنق من ريحة السجاير ومش هعرف اقعد معاهم. رحت دخلت الأوضة وبقيت فيها لوحدي. دخلت وقفلت الباب، بعدها ب10 دقايق لقيت الباب بيخبط. قمت فتحت لقيت مصطفى بيقولي انت هتعملي ايه دلوقتي؟ قلت له بص يا مصطفى، بصراحة انا تعبانة جدا من السفر لاني مش متعودة عليه، فانا هنام دلوقتي وبعد كده لما اصحى يعني هكون معاكم. قال لي ماشي. خرج وقفل باب الأوضة وانا غيرت هدومي وشغلت التكييف ونمت على السرير. قعدت احاول انام، مش عارفة، مش جايلي نوم خالص مع اني مجهدة من السفر جدا. قعدت حوالي نص ساعة اتقلب على السرير ومفيش نوم خالص. رحت قايمة وبعدها ما كنتش سامع صوت ضحك برا، كنت سامع صوت ضحك وصوت عالي جدا. فجأة ما سمعتش اي صوت برا خالص، فاستغربت وقلت اكيد نزلوا سابوني، وفتحت باب الأوضة وخرجت ما لقيتش حد في الريسبشن خالص. بس سمعت صوت طالع من الأوضة التانية، وكان الباب مقفول وفي صوت ضحك كده بس بصوت ايه. فقربت من باب الأوضة وسمعت صوت أيمن جوه مع البنات، فقلت عادي. وفجأة سمعت صوت واحدة منهم بتقول لأيمن يا ابني ما تزودش في الشرب علشان تبقى فايق معانا لما ننزل. رحت جريت بسرعة، دخلت أوضتي ورحت بعت لمصطفى رسالة على الواتس وقلت له انت فين. لقيته مردش عليا، خفت بصراحة يكون جوه معاهم في الأوضة. رحت متصلة بيه علشان أسمع رنة الموبايل بتاعه. الموبايل مرنش الحمد لله، ولقيته رد عليا وقال لي انتي ما نمتيش ولا ايه؟ قلت له لا معرفتش انام، ما جاليش نوم. قلت له انت فين؟ قال لي انا نزلت اشتري حاجات من السوبر ماركت، ولو عاوزة حاجة اجيبها لك معايا. قلت له لا بس لما تيجي خبط عليا عشان عاوزاك. قال لي في حاجة؟ قلت له لا لما تيجي هتعرف. بعد ما رجع خبط عليا ولقيته جايب لي شوكولاتة معاه واداهالي وشكرته. قال لي كان في حاجة ولا ايه؟ قلت له اه. قال لي في ايه؟ قلت له ايمن فين؟ قال لي قاعد جوه. قلت له انا سمعت واحدة بتقول له ما تزودش في الشرب. شرب ايه؟ قال لي بصي يا غادة، ما تاخديش في بالك، هما متعودين على كده، بيجوا يتبسطوا يومين فما تركزيش معاهم. قلت له ماشي. وراح مصطفى علشان يخبط عليهم علشان نفطر، مرضيوش طبعا يفتحوا على طول وقالوا له استنى. فانا استغربت بصراحة ان هما ما فتحوش على طول الباب. وبعد 5 دقايق في بنتين منهم بس هما اللي خرجوا من الأوضة. فمصطفى بيقول لهم أيمن وإسراء فين؟ قالوا له ناموا ومش هيفطروا دلوقتي. فقال لهم ماشي. فأنا قعدت أقول في بالي ناموا ازاي على سرير واحد، مش فاهمة. وحسيت إن في حاجة غريبة بتحصل بصراحة، خصوصا لما بيجي حد جوز واحدة من البنات دي بيتصل، فلاقي البنت اللي جوزها بيتصل دي بتقول لأيمن ومصطفى محدش يتكلم خالص، وترد عليه وتشاور لأصحابها التانيين بإيديها علشان يتكلموا مع بعض، علشان يعملوا صوت جنبها وتعرف جوزها إنها قاعدة مع بناتي يعني. المهم بعد ما فطرنا مصطفى قال لهم مش هتنزلوا البحر؟ قالوا له لا مش دلوقتي، احنا هننام شوية. ولقيت مصطفى بيقول لي ايه رأيك ننزل البحر؟ وقلت له ماشي مفيش مشكلة ننزل. نزلنا من الشاليه انا ومصطفى، والقرية اللي كنا فيها تعتبر فاضية وما فيهاش حد، نادر يعني لما كنت بشوف واحدة او واحد. ولما وصلنا عند البحر تقريبا ما كانش في حد موجود في المية اصلا. وخلاص مصطفى بدأ ينزل البحر، وانا جيت انزل واحط رجلي كده وبلمس المية لقيتها ساقعة جدا، ما استحملتهاش. قلت لمصطفى لا مش هقدر انزل، المية ساقعة قوي. قال لي ما تخافيش لما تنزلي هتبقى حلو. قلت له لا. وفضلت واقفة على الشط مش قادرة انزل علشان المية كانت ساقعة جدا. ولقيت مصطفى جالي وقال لي ما تخافيش انا معاكي، هننزل واحدة واحدة، هاتي ايديكي. ورحت مدياله ايدي
ودي كانت أول مرة مصطفى يلمس إيدي فيها، وبدأ يدخلني المية واحدة واحدة، ومسك إيديا الاتنين وبقى يدخلني لجوه. وبعد ما دخلنا قالي: ايه رأيك؟ المية حلوة بقى ولا ساقعة؟ قلتله بصراحة كده بقت حلوة قوي. قالي: مفيش أحلى منك. ضحكت ساعتها وقلتله: يا بكاش قوي. قلتله: بعدين خلاص انت دخلتني ووصلنا خلاص، سيب ايدي بقى. قالي: على فكرة انا ما بعرفش اعوم ولو سبت ايدك ممكن اغرق. قلتله: بجد ما بتعرفش تعوم خالص؟ قالي: خالص. قلتله: خلاص احنا مع بعض. ولقيته بيقولي: انا هسيب ايدك علشان تعرفي تتحركي. قلتله: مش خايف تغرق لما تسيب ايدي؟ قالي: لا، ما انا هحطها على كتفي. وراح حط ايده على كتفي، ولقيت نفسي لوحدي تلقائيا بحط ايدي الاتنين على وسطه، يعني علشان امسكه. قال لي: انت خايفة عليا ولا ايه؟ قلت له: بصراحة اه. وانا ماسكاه كده وهو قريب مني حسيت ان جسمي كله بيسخن. قلت له: في حاجة غريبة انا حاسة بيها لما انت بتقرب مني. قال لي: هي قلت له ان انا حسيت ان جسمي سخن. وقال لي: ما انت كنت سقعانة من شوية يعني. قال لي: ممكن يكون الجو. قلت له: ممكن. لقيته نزل ايده من على كتفي ومسكني زي ما انا ماسكاه من وسطي، وحسيت ايده بتتحرك على جسمي وما استحملتش وقتها. وقلت له: على فكرة ما ينفعش كده، ما ينفعش تمسكني من الحتة دي وشيل ايدك. مرضيش يشيل ايده وقال لي: خلاص هحرك بالراحة. وبقى يحرك ايده الاتنين على وسطي وهو ماسكني، وقال لي: انت حلوة قوي. قلت له: كفاية كده ولو سمحت ما تحركش ايدك. قال لي: حاضر، بس هفضل ماسك فيكي. ولقيته بيقرب عليا وخلاص، قرب مني جدا وبيلمسني. فجأة معرفش ازاي لقيت نفسي في حضنه واحنا الاتنين في المية وحاضنين بعض. كان احساس حلو قوي. انا عن نفسي ما كنتش عاوزة اسيبه، وكنت عاوزة افضل في حضنه. لقيته بيسألني وبيقول لي: مبسوطة؟ وقلت له: مبسوطة قوي. لقيته حضني اكتر، وفضلنا كده حوالي نص ساعة لحد ما فجأة لقيته بعد عني. فبقول له: في ايه؟ في حاجة ولا ايه؟ قال لي: اصلا انا شفتهم من بعيد جايين فمش عاوز حد منهم ياخد باله من حاجة. قلت له: تمام ماشي، عموما انا كده كده معرفتش هنام، فلما هم يجوا انا هطلع انام شوية لحسن فعلا مش قادرة. قال لي: ماشي. بعد ما هم وصلوا وخرجنا من المية، وقعدت معاهم شوية علشان لو مشيت على طول ممكن يزعل. قلت لهم ان انا خلاص فصلت، ومن ساعة ما جيت ما نمتش وعاوزة انام شوية. المهم خدت منه مفتاح الشاليه وطلعت. فاخدت الدش وغيرت هدومي، ودخلت الأوضة وطفيت النور وشغلت التكييف وقفلت الباب، ونمت على السرير. ويدوب لسه عيني بتروح في النوم سمعت صوت باب الشاليه بيتقفل وبيتفتح. قلت أكيد حد منهم جه، وبصراحة ما اهتمتش لأن أنا كنت خلاص هموت وانام. وكملت نوم فجأة وسمعت صوت الأكرة بتاعت الباب بتاعت الأوضة بتاعتي بتتفتح. عملت نفسي نايمة لحد ما الباب اتفتح واتقفل وحسيت ان في حد دخل. فانا خفت لان انا معرفش مين اللي فتح الباب. ففتحت عيني كده بالراحة اشوف مين، ولقيته مصطفى. راح قعد جنبي على السرير وراح ندى عليا بصوت واطي. مرضتش ارد عليه، ولقيته قرب مني وفضل يبص فيا. قعد يبصني جامد. رحت فتحت عيني وانا اصلا مش قادرة افتحها من كتر اللي بيعمله. وراح قايل لي: انت وحشتيني قوي. قلت له: مصطفى ممكن حد يدخل علينا في اي وقت. قال لي: لا ما تقلقيش، هما مش هيجوا اصلا قبل ساعتين. قلت له: انت عرفتهم انك رايح فين؟ قال لي: قلت لهم ان انا هاخد دش واغير هدومي وارجع لهم. فضل بقى مكمل معايا على كده، وراح مقومني من على السرير وخلاني وقفت قدامه، وفضل يبوسني ويحضني جامد. وانا بصراحة ما كنتش عاوزة اسيب، بس حسيت ان ممكن حد يدخل علينا خصوصا انه اتأخر معايا، فممكن حد يشك ويجي علشان يشوف. قلت له: معلش يا مصطفى، يلا روح غير هدومك وانزل لهم لحسن حد منهم يشك في حاجة. قال لي: انا مش عاوز اسيبك، انا ما صدقت ابقى معاكي. انا قلت له: والله انا كمان يا مصطفى ما عاوز اسيبك، بس معلش
خرج من الأوضة وأنا قفلت الباب عليا وكملت نوم، وهو دخل خد الدش بتاعه وغير هدومه وراح داخلي تاني، وكرر نفس اللي كان بيعمله حوالي دقيقتين وقعد يبوس فيا. وقلت له: يا ابني انت ايه ما بتزهقش؟ قال لي: هو انت زهقتي مني ولا ايه؟ قلت له: خالص بالعكس، انا اصلا مش عاوزاك تنزل، بس عشان محدش يتكلم. قال لي: حاضر. وراح نزل، ورحت قفلت باب الأوضة عليا ونمت، وانا اعصابي مش قادرة اتلم على نفسي من كتر اللي حصل، ومش عارفة اعمل ايه. وزعلت قوي اني نزلته، وحسيت اني مشبعتش منه وعاوزاه يرجع تاني. نمت انا، ورجعوا هما بالليل وكنت انا لسه صاحية من النوم. حضروا الاكل وتعشينا سوا، وبعدها دخلوا ناموا وانا فضلت سهرانة. وكل يوم بقيت انزل انا ومصطفى البحر لوحدنا علشان نكون في حضن بعض ونعمل اللي كنا بنعمله سوا في المية، ونرجع على الشاليه لما هما ينزلوا. ولما طبعا بنطلع الشاليه وهما ما بيكونوش موجودين، بنعيش انا وهو اجمل لحظات حياتنا. بس برضو ما كناش مرتاحين لاننا كنا خايفين ان اي حد فيهم ممكن يجي فجأة، وما كناش واخدين راحتنا خالص. ومصطفى لما حس اني عاوزاه، لقيته بيقولي ان انا عندي فكرة حلوة. قلت له: ايه هي؟ قال لي: احنا خلاص هنمشي بكرة، وكده كده لسه فاضل في الاجازة حوالي يومين، فايه رأيك واحنا بنجهز الشنط بتاعتنا بكرة وخلاص هنمشي، علشان ما نمشيش معاهم انتي تعملي نفسك انك جالك مكالمة وان مامتك تعبانة قوي ولازم تمشي دلوقتي، وانا هروح اخدك وننزل كأننا هنمشي من القرية، بس هنقف بالعربية في مكان بعيد لحد ما هما يمشوا، وبعد كده نبقى نرجع الشاليه تاني. قلت له: طب كويس، فكرة حلوة قوي، بس انت هتجيب مفتاح الشاليه منين؟ قال لي: انا اصلا معايا نسخة تانية وكنت واخدها من ايمن، وكنت باجي انا وزمايلي نصيف هنا. قلت له: تمام. وفعلا تاني يوم الصبح واحنا بنجهز الشنط بتاعتنا علشان نمشي، خلت مصطفى يرن عليا، وانا رحت ماسكة التليفون كأني مثلا هرد عليه، وكأني يعني حد بيتصل بيا، وانا فتحت عليه وعملت نفسي بتكلم ان في حد بيقول لي ان ماما تعبانة جدا واتحجزت في مستشفى، وعملت نفسي بلم حاجتي بسرعة جدا، وانا اصلا كنت مجهزاها من بالليل. ولقيت مصطفى بيقول لي ان انا هوصلك ما تقلقيش، ولقيتهم كلهم بيقولوا لي ان شاء الله خير وربنا يطمنك عليها، وانتي ايه اول ما توصلي تبقي تطمنين عليها. ونزلت انا ومصطفى قبلهم وحطينا شنطنا في العربية واتحركنا. رحنا مكان بعيد عن الشاليه، وفي نفس الوقت كنا شايفين البوابة بتاعة الخروج بتاعة القرية علشان نفضل متابعين انهم مشوا. وبعدها بحوالي ساعة ونص شفنا العربيات بتاعتهم وهي خارجة من بوابة القرية، وبعدها بدقايق رحنا راجعين تاني على الشاليه. ونزلنا وطلعنا فوق، وأول ما دخلت الشاليه أنا ومصطفى في الوقت ده حسيت إني ملكت الدنيا كلها، وبقيت مع مصطفى وأنا مش قلقانة وأنا مش خايفة إن حد ممكن يدخل علينا أو يجي في أي وقت. ودخلت الأوضة ومصطفى جه ورايا، بس اللي حصل ما كنتش أتوقعه، لأنه تمادى معايا في العلاقة وعمل حاجات أنا ما كنتش أتخيل إنها ممكن تحصل. وأنا كنت فاكرة إن كل اللي هيحصل بس أحضن وبوس زي ما كان بيحصل معايا قبل كده. ما كنتش أعرف إنه يعمل حاجة تانية، خصوصا إن أنا مش متجوزة. وأنا ساعتها ما قدرتش أمنع نفسي وهو معايا، وسبت نفسي غصب عني. وبعد ما خلص وقام دخل الحمام استحمى، وأنا دخلت استحميت بعدها حسيت بندم شديد قوي ان ده حصل. وقلت له: تعرف تقولي هتصرف ازاي في المصيبة دي؟ قال لي: اطمني، انا كده كده اصلا كنت هتقدم لك وهتجوزك، واللي حصل ده هيفضل سر ما تخافيش. وفضل يطمن فيا ان هو هيجي يتقدم لي وانه هيتكلم اهلي وكده بعد ما نروح لحد ما انا هديت واطمنت، وقلت له ان انا عايزه اروح دلوقتي. قال لي: حاضر. قفلنا الشاليه ومشينا، وانا في الطريق كل اللي انا بعمله كنت بعيط وبس، والدموع ما كانتش بتفارقني. معرفش انا ايه اللي وصلني لكده وايه اللي خلاني اعمل كده. وفضلت اساله: انت هتيجي تتقدم لي امتى؟ قال لي: لما اروح، بس بقى يومين كده هكلم اهلي وهعرفك قبلها، وما تخافيش مش هسيبك ولا عمري هتخلى عنك، انا بحبك.
وما اقدرش استغنى عنك. روحت البيت وسلمت على ماما، لقيت ماما بتقولي ايه يا بنتي مالك؟ قلت لها في ايه يا ماما؟ في حاجة ولا ايه؟ قالت لي وشك متغير قوي. قلت لها لا، بس يمكن من السفر يعني والمجهود وكده. انا هدخل ارتاح بس شوية وهبقى كويسة. ودخلت اوضتي وقفلت الباب عليا وانا مش عارفة افكر. قلت احاول انام شوية وما جاليش نوم، وكان فاضل يومين وانزل الشغل. رجعت الشغل وبحاول اكون عادية وطبيعية مع زمايلي علشان محدش يلاحظ اي حاجة، وانا كل اللي في دماغي اللي عمله مصطفى معايا. اول ما شفت مصطفى وبقينا لوحدنا وقلت لي طمني ايه الاخبار، كلمت اهلك ولا لا؟ قال لي لسه والله وبكره وهقول لهم. قلت له يا مصطفى انا ماليش حد غيرك، ارجوك انقذني من الموقف ده. قال لي والله فاهم، حاضر. وبعد حوالي 4 ايام كنت كل يوم فيهم بسأله عملت ايه، لقيته قال لي ان هو عرف اهله ان هم هيجوا يتقدموا لي الاسبوع اللي جاي. وقلت له طيب يوم ايه الاسبوع اللي جاي علشان اعرف واعرف ماما. قال لي الاسبوع اللي جاي يوم الخميس. قلت له تمام. فرحت قوي لما قال لي كده. ورجعت من الشغل دخلت الشقة ولقيت ماما بتروق. رحت قلت لها ماما انا عندي ليكي خبر حلو قوي. قالت لي خير يا حبيبتي. قلت لها في واحد صاحبي في الشغل هيجي يتقدم لي. وقالت لي هيجي يتقدم لك، الف مبروك. الف مبروك يا حبيبتي، هيجيلك امتى؟ قلت لها ان شاء الله يوم الخميس اللي جاي. قالت لي ربنا ييسر لك الامور يا حبيبتي ان شاء الله. وقالت لي بس هو حد كويس يعني؟ قلت لها اه طبعا يا ماما حد كويس جدا. المهم جه يوم التلات وخلاص كان فاضل يوم الاربع، وبعد كده الخميس هيجي. رحت انا قدمت في الشغل على اجازة يوم الخميس ده علشان اظبط الشقة مع ماما وكده. جه يوم الخميس وصحيت الصبح قعدت اروق الشقة وافرشها وكده. واتنين من عمامي جم علشان يقعدوا مع الناس اللي هتيجي، وكان العصر ساعتها. جيت اتصل بمصطفى لقيته كنسل عليا. اتصلت بعدها بنص ساعة ولقيته بيكنسل تاني. قلقت بصراحة لحد المغرب جه. وجيت بتصل بيه لقيت تليفونه مقفول، اتصدمت. وقلت مش ممكن يكون بيلعب بيا، اكيد في حاجة حصلت او مثلا تليفونه فصل ولا حاجة. فضلت قاعدة مع ماما وعمامي لحد الساعة 9 بالليل. ولما خلاص فقدت الامل انه يجي دخلت جوه اوضتي وعملت نفسي ان جالي تليفون وان مصطفى بيعتذر لي علشان في عربية خبطت فيهم وهم جايين في الطريق، وانهم هيجوا يوم تاني وكده. وبعدها دخلت اوضتي وفضلت اتصل بيه كتير، كل ده وتليفونه مقفول ما اتفتحش. كنت مستنيه اروح الشغل بفارغ الصبر علشان اشوفه وهزقه على اللي عمله فيا. استنيت لحد يوم الحد ما جه ورحت الشغل وفطرت. فضلت مستنياه يدخل عليا المكتب وما جاش. استنيت حوالي نص ساعة وما شفتوش خالص. رحت سألت البنات اللي معايا، قلت لهم امال فين مصطفى؟ قالوا لي ايه ده، هو انتي ما تعرفيش ولا ايه؟ قلت لهم مش فاهمة معرفش ايه. قالوا لي مصطفى مشي. قلت لهم مشي ازاي؟ مش فاهمة. قالوا لي مصطفى مشي يوم الخميس. قلت لهم مشي ازاي؟ قالوا لي جه يوم الخميس الصبح وقدم استقالته وخد ورقه وقال لي ان جاله سفر برا مصر، واتفق مع المدير بتاع الإدارة انه هياخد الورق بتاعه كله ومستحقاته وخدهم وسلم علينا اليوم ده ومشي. طبعا اول ما قالوا لي كده دخلت المكتب بتاعي وانا مش قادرة ولا عارفة افكر ولا عارفة اتكلم مع حد ولا عارفة اقول حاجة. لو شايفين ان انا اتظلمت وظلمت نفسي ومصطفى ضحك عليا ومش هيتجوزني، اعملوا لي اعجاب على الفيديو ده. ولو عندكم نصيحة ليا بدون تجريح اكتبوها لي في التعليقات وانا هقرا تعليقاتكم ونصايحكم هعمل بيها. وبكده نكون وصلنا لنهاية قصة النهاردة. ولو عجبتكم القصة اعملوا اعجاب حالا واشتراك في القناة، ومستنية اشوف اعجابكم واشتراكاتكم وتعليقاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.